روى الإمام البيهقي في سننه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم القرآن في شبيبته اختلط القرآن بلحمه ودمه، ومن تعلمه في كبره وهو ينفلت عنه فلا يتركه فله أجره مرتين. حديث أبا هريرة نبي محمد الرالقه نبرانقه كيسا إرقما ربي صلى الله عليه وسلم أكنا جدا نمني قافة درقكم ما يوكي قافة جولما عمري قافة قنماتي قرآن برتي قرآن نفوني في ديغا إساتي مكما نمني قافة دلومي يوكي من قدومي قرآن قرئي وسو قرآن نسعبو إسار كابه كقرو إني قرآن سنين ديفني اتددبو فله أجران نمني سن من دا يوكين أجري لما كبجرا صلى الله عليه وسلم. قرآن قرؤون قاف جلما ديغا في فونسيتا قاف دلما دجال ملما سيتا يو لكمتي كيسي كي غوغي ملي قرآن ربي الرافقاتشون خسارة الدنيا فآكراتي. اللهم علمنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معجزان قرآن واهما منمو ربنا في افتيسي سلا وانتي فمو كان الدنيا نقوتون التجايبمو سمونا تقوتي نقوتون سايقمون قوتون دملي جملي نماف قبتمون كن قدرة ربيتي نماف لاففمون كتابنا منتي دنيا رترقمو تقول حفظي دانا من قبتمو ربي نلافزي شكر جننمو الحمد لله قالت رحماني أمني يا ربي رحمتك ديني